في الفيديو ده هتكلم عن ازاي مخنا بيتغير وبالتبعية احنا بنتغير، وهتكلم عن ليه في عادات بتتكون أسرع من عادات تانية. الفيديو ده هيبقى دسم، فهات كوباية الشاي الأخضر بتاعتك ويلا نبدأ. شاي أخضر عشان فيديو دسم وكده. أنا آسف، حقيقي أنا آسف. ممكن نبدأ بمصطلح النيوروبلاستيسيتي، والنيوروبلاستيسيتي معناها قدرة المخ بتاعنا على انه يفهم الاستراكشر بتاعه او التكوين بتاعه والتواصل اللي بيحصل بين الخلايا العصبيه ببعضها، وانه يقدر يغير من التكوين ده. لو انتوا فاكرين في الفيديو بتاع البرين وايرنج انا كنت بقول ان اي حاجه احنا بنعملها هي عباره عن ان في خلايا عصبيه بتتكلم بينها وبين بعض. فمثلا لو انا هتنفس ففي خليه مثلا الف هتكلم خليه ه، هيتواصلوا بينهم وبين بعض. او لو انا هشرب كوبايه الشاي الاخضر ففي خليتين عصبيتين او اكتر هيتواصلوا بينهم وبين بعض. فالمخ بيبقى قادر يشوف التواصل اللي بيحصل بين الخلايا العصبيه دي. فلو المخ لاحظ ان الخليه الف بتكلم الخليه ه بشكل متواصل كل يوم بيتكلموا مع بعض عشان يوفر طاقه وعشان يوفر مجهود، بيربط الخليتين دول ببعض، وده ما يسمى بالوايرنج. وده ببساطه نيوروبلاستيسيتي، ان هو بيغير التكوين العصبي بتاعه بناء على الحاجات اللي انت بتعملها في العالم الخارجي. علشان مش كل مره الخليه الف تروح للخليه ه عشان تتواصل معاها، لا خلاص انا هري واير وهربط الخليتين دول ببعض عشان نوفر طاقه ومجهود. وده بالظبط ازاي العاده بتتكون، ان انت بتكرر حاجات كتير مع الوقت، فالمخ بيبدا يفهم العمليات اللي بتحصل بين الخلايا العصبيه دي ويبدا يواير الحاجه اللي انت بتعملها دي. علشان كده لما بتقول اتعودت معناها ان انت الحاجه دي بتعملها بشكل اسرع، بمجهود اقل، بتركيز اقل. كلام جميل. طيب ليه بقى انا بحاول كل يوم ابني عادة القراية ورغم كده ان انا مش عارف ابني العادة دي؟ وعلى الصعيد الاخر انا بنيت بسرعة جدا عادة السكرولينج على السوشيال ميديا، لدرجة ان انا احيانا بمسك الموبايل مش عارف اسيب الموبايل. وهنا بيجي دور النيرو موديوليترز اللي بتلعب دور في ان ليه عادة بتتكون اسرع من عادة تانية. النيرو موديوليترز بمنتهى البساطة هي مكونات كيميائية بتلعب دور عصبي. من غير ما ندخل في تفاصيل قوي، النيرو موديوليترز شبه الدوبامين. الدوبامين واحد من النيرو موديوليترز الموجوده، والنيرو موديوليتر من اسمه ات موديوليتس، هو بيعدل. بس بيعدل ايه؟ بيعدل في الكونكشن اللي بيحصل بين الخلايا العصبيه وبعضها، اذا كان هيبقى اقوى ولا اضعف، اسرع ولا ابطا، سنسيتيف ولا لا. وبعض الابحاث اللي انا قريتها كانت الجمله مكتوبه بالشكل ده: النيرو موديوليترز كنترول when the brain gets plastic. يعني بيتحكموا في امتى المخ بيبقى بلاستيك. بلاستيك هنا مش معناها بلاستيك هنا معناها ان هو قابل للتشكل والتغير. علشان كده العادات اللي فيها دوبامين زي السكرولينج على السوشيال ميديا وان انت تتفرج على ريلز، العاده دي بتتكون بسرعه علشان مع كل فيديو في سبايك من الدوبامين بيطلع. وده خطير جدا لان الدوبامين من النيرو موديوليترز اللي بتسرع جدا البرين وايرنج. عشان كده كلنا دلوقتي بقينا مدمنين سكرولينج على السوشيال ميديا. احنا مش عارفين نوقف، احنا بندخل حمام بالموبايل، بنعمل اي حاجه واحنا بنسكرول على السوشيال ميديا. واجين كلمه انا اتعودت على حاجه مش بتحصل في العالم الخارجي بس، هي بتحصل كمان في مخنا. الجزء بتاع السوشيال ميديا ممكن نتكلم عنه في فيديو طويل قوي لوحده، لان السوشيال ميديا مش بس بتاكتيفيت الدوبامين ولكن كمان النيوروبنفرين والاسيتيلكولين، ودول كمان نيرو موديوليترز بيعملوا حاجات مختلفه. لان الهدف الوحيد من الفيديو ده ان انا افهمكم ان الحاجات دي موجوده، عشان انا هبدا اتكلم اكتر في الفتره الجايه عن النيوروبلاستيسيتي وعن النيرو موديوليترز وازاي الحاجات دي ممكن نستخدمها علشان نغير شكل حياتنا.